السلام عليكم. النهارده جايبالك انجح وصفه فيديو فور. مفيش حد بيجي عندي وياكل من الفيديو فور الملكي ده ويفتكرني عاملاه في البيت، بيفتكروني جايباه جاهز من بره من حلاوته وطعامته. الفيديو فورايه دايبه دوب وماسكه نفسها كده في نفس الوقت. هتدخلي الصينيه الفرن وتطلعيها زي ما هي، ولا كش ولا زاد ولا النقشه وراحت ولا الكلام ده. حلويات ام حمزه بتعمل حلويات. المقادير دي مظبوطه بالمسطره. بص، مقادير حلوانيه. تعالوا كده نسمي الله واقول لك العظمه دي عملناها ازاي. بس اهم حاجه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سميت الله ومعايا كيلو من الدقيق. اهم دقيق يكون بتاع كحك وبسكوت. انا بحب جدا فلور بيطلع النواعم مظبوطه على الشعر. فبشيل 3 معالق كبار كده من الدقيق من الكيلو ونركنهم على جنب. وجبت 750 جرام من الزبده. الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، و200 جرام من السكر البودر. هنضرب السكر والزبده كويس جدا. ولو ما عندكيش عجان يبقى بمضرب كهربائي، ما عندكيش مضرب كهربائي بمضرب يدوي بس بياخد وقت شويه. بنضربهم كويس جدا جدا لحد ما الخليط لونه يفتح. ومن الوقت للتاني بقلب بالسباتولا كده من تحت لفوق عشان اتاكد ان السكر والزبده اتضربوا كويس جدا مع بعض. بعد ما ضربتهم كويس ولونهم مفتح زي ما انت شايفه كده، جبت بيضتين وصفار بيضه، والبيض يكون بدرجه حراره المطبخ. ومعايا معلقه كبيره من الفانيليا. وبنزل بالبيض بيضه بيضه، لما البيض يختفي انزل بالبيضه التانية لحد ما البيض اللي معايا يخلص. كده ما شاء الله بضربهم كويس جدا لحد ما الخليط يهيش ولونه يفتح. بننزل بالدقيق. البيدي فور ما بنحطلهوش بيكنج باودر، هننزل بالدقيق وهنضربه ضربه خفيفه جدا لحد ما الدقيق يختفي. ما تضربيش كتير علشان البيدي فرايه ما تحجرش وتنشف معاكي. مجرد ما الدقيق يختفي يبقى كده تمام. بصوا العجينه ما شاء الله عامله ازاي، بتلزق تلزيقه خفيفه جدا. بعد كده جبت التب ده اف 6، ما تجيبيش لا 7 ولا 8. 6 هيطلع معاكي البيتيفورايه صغنونه كده وجميله ومش هتفرش منك خالص في الفرن. زي ما هتدخليها زي ما هتطلعيها. بيتباع عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات. وجبت كيس الحلواني وببدا احط كده، اعبي العجينه جوه الكيس وبقسمها 2. لما الجزء الصغير بيخلص العجينه بتخلص منه وبسحب من الجزء الكبير. جبت بقى الصاج بتاعي وابدا اللي انا اشكلها. يا ما شاء الله بتنزل بكل سهوله من الكيس. وبعد كده اخدت ربع العجينه، حطيت عليها معلقتين من الكاكاو، كاكاو اسباني يكون خام ويكون طعمه حلو، واحطه واخلطه كويس جدا. وبعد كده بشكلها وبحط في الصينيه واحده بيضه، بيجي فرايه بيضه كده عشان اعرف ان اللي بالشوكولاته استوى ولا لسه. شايفين ما شاء الله كده بعد ما شكلت الكميه، هو الكيلو بيرمي معاكي كميه حلوه جدا. وهتشوفي دلوقتي الصينية زي ما هتخش زي ما هتطلع. البيتيفوراية حجمها ثابت، ولا زادت ولا صغرت ولا أي حاجة، ما شاء الله تبارك الله. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180. بيقعد حوالي ربع ساعة ويطلع معاكي بالعظمة دي. شايفين الجمال والحلاوة؟ تحفة التحفة. البيتيفوراية كده دايبة دوب وماسكة نفسها وخطيرة. أحلى بيتيفور هتعمليه. شايفين ما شاء الله تحفة. صلي على النبي كده وشوفي البيتيفور وجماله وحلاوته. شايفين البيتيفورايه صغنونه وجميله، والنقشه بتاعتها عامله ازاي؟ تحفه يا جماعه. شويه بيتيفور لوز لوز. شايفين البيتيفور بالشوكولاته عامل ازاي؟ خطير. غير طبعا الريحه اللي كانت قلب الدنيا كلها عسل. تعالوا بقى نشوف التزيين. طبعا التزيين كل واحد حسب ذوقه. انا هنا كان عندي فستق، كان عندي مكسرات طحنتهم كده في الكبه، شوكولاته بالكاكاو، شوكولاته بيضه سيحتها في الميكروويف، جوز هند براحتك. حطيت الشوكولاته بعد ما سيحتها في كيس حلواني عشان تسهل عليا كده وانا بشكلها. برص البيجيفور، دي اسهل طريقه بتنجز معاكي وما بتاخدش وقت خالص. برص البيجيفور كده وبعد كده بحط الشوكولاته والزق بيجيفورايه على بيجيفورايه. حابه اللي انت تلزقي بمربى مفيش مشكله، بس المربى البيجيفور لما بيقعد وقت عندك بيطرى، بيبقى مش ظريف خالص. احلى حاجه ان انت تلزقيه كده بالشوكولاته. بعد ما لزقت البيجيفور باخد البيجيفورايه اغطسها كده بالشوكولاته البيضاء، اغطسها بالشوكولاته بالكاكاو، وبعد كده احطها في الفستق، احطها في المكسرات، احطها في جوز هند. بصي التزيين ده بتاعك وكل واحد حسب ذوقه. شايفين بقى الشياكه والقلاجه. حبه بيجيفور لوز لوز، اللوز خطير. اهم حاجه بس تصلي على النبي وتشوفي الجمال والحلاوه اللي ام حمزه عاملاها. كده الوصفه خلصت. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب.